اليوم بمدينة طنجة. آه، هذا اللقاء الافتتاحي لمجلسه الإقليمي، ويعقد في الوقت نفسه أو تعقد عدد من الاجتماعات للمجالس الإقليمية في أقاليم مختلفة، كما انعقدت الأسبوع الماضي والأسبوع اللي من قبله، وذلك يجسد هذا المد التصاعدي ديال التعبئة وسط صفوف حزب التقدم الاشتراكية، استثمارا بداية للعمل السياسي الدؤوب اللي قام به حزب التقدم الاشتراكية خاصة منذ 4 سنوات في مواجهة هذه الحكومة الفاشلة التي وقفنا على أوجه عديدة من فشلها، كما وقفنا على ضرورة إبراز البديل الديمقراطي التقدمي الذي تحتاج إليه البلاد لتوطيد مسار وحدتنا الترابية ونصرة بشكل نهائي هذا الحكم الذاتي اللي اصبح اليوم هو الحل المعتمد عليه بالنسبة لهذه القضية، ولكن أيضا من خلال ضرورة تمتين الجبهة الداخلية تنكون فعلا في الموعد ديمقراطيا، في الموعد بتفعيل الدستور بمختلف أوجهه، في الموعد بالنسبة لتوسيع فضاء الحريات والمساواة في بلادنا واحترام الحريات المختلفة أساسا منها حرية التعبير، ولكن أيضا أن نسير في اتجاه بناء اقتصاد فعلا متين يلبي طلبات الشغل الموجودة الكثيرة في أوسط الشباب، وأن نعالج كذلك الأوضاع الاجتماعية فيما يتعلق بالمدرسة العمومية والمستشفى العمومي، وفيما يتعلق بتغطية صحية فعلا معممة بما في ذلك على 8 مليون ونص ديال المواطنات والمواطنين اللي ما مستافدينش منها اليوم، التي يتوخاها حزب التقدم الاشتراكية واللي وقف عليها اليوم في إطار سعيه إلى توحيد صفوف اليسار، إلى توحيد الطاقات اللي يمكن تساهم معنا في فرض هذا البديل، وإلى ضرورة مصالحة الناس الشباب بداية النساء الأوساط الشعبية المختلفة مع الفعل السياسي، مع الفعل الجاد السياسي من خلال مشاركة مكثفة والتسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت في شتنبر المقبل. وحزب التقدم الاشتراكية كثير من الأوساط تعتبره هو الحزب الصاعد اليوم، هو الذي يتعين أن يجسد هذا البديل التقدمي الديمقراطي وأن يحمله بقوة مع كل من يريد ذلك في صفوف اليسار، في صفوف الحركة الاجتماعية، في صفوف الحركة المواطنة. وترون ورأيتم بأعينكم كيف أن هناك عدد من الملتحقين والملتحقات وقع غاصة بالطاقات الجديدة التي تجسد هذا المد الشعبي الكبير الذي يمتاز به حزب التقدم الاشتراكية اليوم. بسم الله، السلام عليكم. اولا كنشكركم على الحضور ديالكم التغطيه ديال الدوره الثالثه للمجلس الاقليمي اللي حضرتوها اليوم. الدوره اللي تعقدت تحت شعار المرحوم سلمي بالروحو. كيف الشو كنحضروا فيها اوجه وقامات وهامات سياسيه كبيره في مدينه طنجه، على راسها معنا وحضر معنا كذلك السيد الرفيق الامين العام محمد نبي بن عبد الله. كانت مداخلات قويه في الدوره، كان رسائل قويه في الدوره الحاضرين، كذلك من السياسي اللي حاضرين معنا. حزب التقدم الاشتراكيه في طنجه الحمد لله كيرسخ مبدا الديمقراطيه، كيرسخ مبدا الشفافيه، وحنا اليوم كجد العهد هذا المجلس الاقليمي اننا غنشتغلوا يدا في يد استعدادا للاستحقاقات المقبله، كذلك استعدادا لخدمه الصالح العام والدفاع عن المواطنين، الدفاع عن مدينه طنجه اللي حنا كنمثلوها داخل المجالس المنتخبه وداخل الحزب التقدم الاشتراكيه. سعيد بقالي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم الاشتراكيه، متتبع جهه طنجه طوال الحسيمه. اليوم يوم خاص حيث انه الكتابه الاقليميه لحزب التقدم الاشتراكيه بطنجه اصيله عقدت مجلسها الاقليمي في دورته الثالثه، والتي اختارت له شعار رؤيه سياسيه واضحه اساس التنميه المحليه الشامله. خلال هذا اليوم بطبيعه الحال ديال هذه الجلسه ترأس رفيق الامين العام لحزب التقدم الاشتراكيه السيد محمد نبي بن عبد الله، والتي عرفت تفاعل كبير مع المواطنات والمواطنين، ومواضيع اللي هي مختلفه اللي كتناولها هذا المجلس الاقليمي سواء على المستوى السياسي او المستوى الاجتماعي او على المستوى البيئي. بطبيعه الحال هي لحظه مهمه تنظيميه للوقوف على كل المكتسبات اللي حققها حزب التقدم الاشتراكيه على المستوى الوطني ولكن ايضا على المستوى
المحلي، وبطبيعه الحال اعداد المرحله القادمه سنه 2026 كما كنعرفوا جميع هي سنه ديال الاستحقاقات وسنه ديال رهانات كبرى لحزب التقدم والاشتراكيه وللوطن ككل، سواء على التراب يعني داخل التراب الوطني او داخل تراب هذه العماله ديال طنجة اصيله. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كريم بن عمار، عضو المجلس الاقليمي ديال الحزب وعضو مقاطعه طنجة المدينه. اليوم انعقد في فندق سولاجور الدوره العاديه للمكتب الاقليمي ديال الحزب التقدم والاشتراكيه بحضور الرافق الامين العام وبحضور وازن من الكفاءات الحزبيه من اعضاء المكتب السياسي ومن اعضاء اللجنه المركزيه والمناضلات والمناضلين وحتى الضيوف. وهذا الحضور الكثيف كيعني ان حزب التقدم والاشتراكيه الحمد لله غادي في الطريق الصحيح. والكلمه ديال القيمه ديال السيد الامين العام عطات واحد التوجه سياسي لجميع المناضلات والمناضلين. عرفت ايضا هذه الدوره هذه السوفينير ديال المرحوم محمد سمير بن روحو المناضل، واللي كان مناضل المدينه طنجه واللي عطى الكثير لمدينه طنجه وعطى المدينه طنجه اللي ما عمره ما عطى راسو. وحنا اليوم يعني تراحمنا عليه، واخا حنا كنتراحموا عليه يوميا ولكن اليوم ايضا تراحمنا عليه يعني بالجماعه وجميع الرفاق قدروا يعني يعيشوا هذه اللحظه هذه، يعني لحظه لي بلان دو سوليداريتي اون بلان دو سوليداريتي. ايضا حزب التقدم والاشتراكيه كي مد يده لجميع الشباب باش يلتحق بالعمل السياسي، وكاين وحزب التقدم والاشتراكي يعني كيرحب بالشباب باش يعطيه فرصه. اتحاد الحزب التقدم والاشتراكيه ماشي حزب ديال اللي كيمنح التزكيات او اللي كيظهر غير في انتخابات. حزب يعني لا ميسيون ديالو الاولانيه هو تاطير الشباب وتكوين الشباب، وهذه هي الصيغه اللي ماشيين فيها. والله يوفقنا وشكرا.